صوص الكراميل ده انتوا مش متخيلين قد ايه هو سهل وبسيط ونتيجته وقوامه تحفة. يلا بينا نعمله مع بعض. نص كوباية من اللبن عليها معلقة ممسوحة من النشا، هدوبهم مع بعض ونركنهم على جنب. بعد كده عندي كوباية واحدة من السكر عليها معلقتين من المية، هرفعهم على النار. في البداية مش هقلب خالص، مجرد ما السكر يبدأ يتكرمل من الجوانب نقدر نقلب في المرحلة دي لحد ما اتأكد ان كل حبيبات السكر دابت ووصل عندي للون العسلي. بعد كده هنزل بمكعب واحد من الزبدة، او ممكن نستبدله بمكعب من الشوكولاتة البيضاء المبشورة، هيديني نفس النتيجة ونفس الطعم. هقلبه لحد ما يدوب. هننزل بعد كده بكوباية من اللبن او كوباية من الحليب، هتلاقوه مسك في بعضه كده، مع استمرار التقليب هيرجع يفك من تاني. اول ما كل السكر يدوب كمان مرة، هنزل بخليط اللبن والنشا، عليهم رشة من الملح ورشة من الفانيلا علشان تظبط لي الطعم. هنرفعه كمان مرة على النار مع استمرار التقليب عشان ناخد صوص كراميل كريمي وناعم. أول ما يبدأ يتقل ويوصل عندي للقوام المطلوب كده بقى جاهز. حطوه في برطمان واحتفظوا بيه في التلاجة. لازم تعملوا سيف للوصفة عشان هنعمل بيها وصفات تجنن. يا رب الفيديو والوصفة تكون عجبتكم وتجربوها. أشوفكم الفيديو الجاي وصفة جديدة وبس كده.